أدهم كان واقف في الجنينة. ما كانش متصور يشوف كمانية منهارة كده. هي صعبت عليه. أدهم في موقف دلوقتي لا يحسد عليه، بين مليكة اللي رافضة ترجع له وبين كمانية. اتصل بمليكة. ألو، الولاد كويسين؟ أيوة كويسين، ما تخافيش عليهم. الحمد لله. طلعنا النهاردة، جبت لهم لعب وهدوم، بس بجد عيب عليكي تقولي لهم ما تاخدوش كتير. أنا أبوهم يا مليكة، تعبوني على ما أخدوا الحاجة. أنا والله ما قلت لهم حاجة، بس هم اتعودوا ما ياخدوش حاجة من حد. هم نايمين ولا صاحيين؟ أظن لسه صاحيين. هطلع عندهم، خليكي معايا. طلع فتح الأوضة بتاعت خالد، بس هو ما كانش موجود. استني خليكي معايا، أكيد عند ملك. فتح الأوضة، شافهم بيضحكوا. كانت ملك طايرة من الفرح، والدادة قاعدة بعيد. بابي، شكرا أوي إنك جبتلي إخواتي، أنا مبسوطة أوي أوي. ما شاء الله، ملك فرحانة وما تعبتش. وبصراحة ولادك الله أكبر عليهم، متربيين كويس جدا. هم بجد ولادك يا بيه؟ آه يا دادا، ولادي من مراتي الأولانية. ما كنتش أعرف. ماما على التليفون يا حبايبي. مامي، مامي وحشتني أوي. وانتي كمان يا روحي. أنا مش عارفة أتحرك في البيت ده، أول مرة تبعدوا عني. ابتدت تعيط. الدادا طلعت لأني كان آدم فاتح السبيكر. ماما، ما تعيطيش من فضلك، احنا كويسين. عارفة يا ماما، لما كنت بسألك لو بابا موجود في حياتنا كنا هنكون عايشين ازاي، كنت بتقول لنا كنا هنعيش كويسين قوي، وانتي كنت هترتاحي من الشغل. قلت لنا ان الاب ما فيش حاجة في الدنيا بتعوضه. انا يا ماما حسيت بكلامك. انا مبسوط قوي ان بابا دلوقتي عايش وبرتاح في حضنه. حسيت قد ايه عايز يعمل كل حاجة علشاننا. ماما، هنا القصر كبير، تعالي عيشي معانا. ما تخليش فرحتي انا واختي ناقصة، نلاقي بابا ونسيب ماما. هنا مليكة اللي بتعيط. كلام خالد كان قوي جدا جدا عليها. أدهم أخد منه التليفون. مش كده يا مليكة، اهدي. زي ما هو فرحان أنا كمان، بس الفرحة فعلا ناقصة من غيرك. وأنا وعدتك أنا مش هضغط عليكي، بس أنا مش عايز ولادي يحسوا بنقص إن أمهم مش معاهم. أنا مش عارفة أنام وهم بعاد عني. أنا مش عارفة أعمل إيه. أنا كنت عايشة كويس، كل ما بتظهر في حياتي بتشقلبها. حرام عليك، انتي اللي حرام عليكي. كفاية عتاب فيا بقى. ابقى لو سمحت بالليل شوف خلود بتحلم كتير، هنام معاهم. عايزهم في حضني. لو سمحتي فكري في حياتنا وحياة ولادنا، زي ما ضحيتي زمان علشان اخواتك. اخواتي لسه محتاجين ليا، خاصة سهى. سهى أنانية، هي بتفكر بس في نفسها. أنا سمعتها بتتكلم مع أخوكي، كل اللي يهمها منها يطبخ وينظف. كبرتي وصرفتي وضحيتي، دلوقتي فكري في نفسك وولادك. جدك عمل ايه؟ مراتك، عمتك، كل دول عملوا ايه؟ عصمت هربت من القصر. قال ايه خالها تعبان، سافرت اليونان عنده. كاميليا قافلة عليها وبتعيط من ساعة ما شافت الولاد وعرفت إننا هنعيش مع بعض. رحيم بقى مصدوم وخايف ومش عارف يعمل إيه. أنا مركز إزاي أعيش معاكم من غير مشاكل. هتطلق كاميليا؟ أنتي عايزاني أطلقها؟ أنا مش عايزة منك تطلقها، دي أم بنتك، وأنا مش خربت بيوت. تصبح على خير. منك يا مليكة رجع تاني عند الولاد. حبايبي، هروح أخد شاور وبعد كده نروح الأوضة التانية وننام كلنا مع بعض، عشان الأوضة اللي هناك كبيرة. وأنا كمان. طبعا يا حبيبتي، انتي كمان. بابي، هو انت مش هتحبني بعد كده عشان عندك أولادك؟ مين قالك الكلام ده يا حبيبتي؟ تيتا عصمت. حبيبتي، أنا بحبك وبحب إخواتك، اوعي تحسي إن أنا مش بحبك. بس انت هتروح تعيش معاهم وهتسيبني هنا. أنا نفسي تكوني معانا، بس ما تخافيش، أنا هبقى أجي هنا واخدك في الويك إند عندنا. هو أنت هتسيب مامي؟ لا يا حبيبتي، روحي العبي مع اخواتك. روحي الأوضة بتاعته. شاف كامينيا زي ما هي بتعيط. لا، انتي مخبية عليا حاجة، عشان كده بتعيطي. وما تقوليش انك بتحبيني وغيران عليا. ليه؟ مش أنا مراتك؟ ليه بتعاملني كده؟ عمرك بحبتني، بحسسني ان انا ولا حاجة. ليه؟ فيها ايه مختلف عني؟ انت عارف احساسي وانت مش عايزني طول السنين وانا عارفة انها في قلبك. ليه ظلمتني؟ ليه اتجوزتني؟ هو انا ليه لازم اشحت منكم الحب؟ اشحته منك ولا من ماما اللي كل همها القصر والفلوس؟ هي شايفة انه حقها حق امها، ولا اشحته من بابا؟ هو انت عارف
إن بابا متجوز على ماما وعنده ولاد. شفته بعينيا، ده بيبوس بنته وبيحضنها وأنا لأ. عمره ما عمل معايا كده. أنا بكرهكم كلكم، انتوا كلكم دمرتوا حياتي. أدهم كان مصدوم من كلامها، حضنها. كامي، اهدي لو سمحتي. هو انت هتطلقني بجد؟ لا بس ممكن تهدي. لو هي طلبت تطلقني هتطلقني؟ مش وقته الكلام ده. قومي يا كماليا خدي شاور، فوقي كده، ويا ريت تصلي ركعتين عشان تهدي ونامي، وبكره نتكلم في كل حاجه. هو انت مش هتنام هنا؟ لا، انا هنام في الولاد في الاوضه التانية. الاوضه اللي عملتها للست هانم. كماليا مش كده، انا مقدر زعلك، بس انا مش عايزك تغلطي. سابها وراح الأوضة، فتحه بالمفتاح اللي معاه. كان أوضة كبيرة، الفرش كان شيك جدا. دي صورة مامي؟ الصورة دي لما كنا مسافرين مع بعض شرم. ياه، ماما كانت صغيرة قوي. أنا أول مرة أدخل هنا يا بابا. بابا، يا أحلى بابا في الدنيا سمعتها. هنا ملك كشرت، خلود حست بيها. ملك، انتي كنتي بتقولي بابا، بس أنا وأخويا عمرنا ما قلنا كلمة بابا لحد. ما تزعليش. بصوا بقى، هو عادي ملك تغير لأني كنت باباها لوحدها، بس دلوقتي انتوا موجودين. أنا بحبكم كلكم زي بعض، مش عايزكم أبدا تزعلوا من بعض. ملك حبيبتي، انتي بالذات عارفة أنا بحبك قد إيه، فما تزعليش كده وتتقمصي. بابا، أنا خايفة أوي إنك تسيبني. خالد وخلود عندهم طنط مليكة حنينة أوي أوي، عكس ماما كامي اللي على طول متعصبة ومش بتحبني، وعندهم خالو عبد الرحمن وياسين ويوسف. أنا ما عنديش حد غيرك. أنا موجود، واوعي تقولي إن ماما مش بتحبك، هي بس تعبانة. لا ما بتحبنيش. شوف طنط مليكة كانت بتعيط ازاي لما خالد وخلود راحوا وكلمتهم، وهي كانت بتعيط على طول بتضحك معاهم. ماما ما عملتش كده ولا حتى كلمتني، عشان عارفة إنك معايا. يا ملوكة، كل الأمهات بيحبوا ولادهم. وبعدين انت شوفتي مليكة اتعصبت علينا وقالت لنا روحوا عند أبوكم وانسوني، بس هي بتحبنا زي ما مامتك بتحبك. لا لا لا، كده ما ينفعش. هنفضل نتكلم على ماما وأنا ما عنديش ماما؟ طب أعيط بقى؟ طيب يا بابا، اعتبرني أنا ماما. وأنا كمان. فضلوا يضحكوا كتير، وتاني يوم أدعم نزل مع الولاد يفطروا. خالد راح وقف عند رحيم. صباح الخير يا جدو. صباح الخير، أنا اسمي خالد وأنت جدو رحيم صح؟ رحيم كان منبهر بذكاء الولد الصغير. صح. مين قالك؟ ماما مليكة كانت دايما بتحكي لنا عليك. وش رحيم اتقلب. صحيح. كانت بتقول ايه عليا؟ كانت بتقول ان انا فيا شبه شوية منك، عشان انت قوي وعنيد وكلمتك من راسك، بس قالت انك طيب قوي وانك سيد القصر. كانت بتحكي لنا حواديت، ودايما كانت بتقول لنا ده سيد القصر زي جده رحيم. وقالت انك لما بتعرف انه عنده احفاد هتفرح قوي. وسألتها هو ايه انت ما تعرفش؟ قالت لنا ان انت كنت مسافر برا مصر. ويا ترى يا جد رحيم، ما كنتش تعرف انك عندك احفاد فعلا؟ خلينا نتكلم بعد الفطار. اكيد اكيد نتكلم. ابتدوا يفطروا، بس رحيم لاحظ ان الولاد مش بيفطروا. انتوا ليه مش بتفطروا؟ ايه يا حبايبي، الفطار مش عاجبكم؟ خالد وشوش باباه. بابا، انا خايف جده يضحك علينا. انا ما كانش متصور ان ولاده مكسوفين. حبيبي، كل براحتك بالطريقة اللي انت عايزها ومتعود عليها. ممكن تعمل لنا سندوتشات زي ماما، وبعدين في حاجات انا مش عارفها. ادهم قلبه وجعه قوي قوي على ولاده، وعرف انهم كانوا عايشين في الفقر الكادح جدا. حاضر يا حبيبي، اقعد وانا هعمل لك اللي انت عايزه. وكمان لخلود عشان اكلها ضعيف عمل لهم سندوتشات. رحيم بص عليهم، خلصوا الفطار. ادهم نادى عدادة تروح معاهم الجنينة يلعبوا، بس الناني بتاعت ملك جت واخدتها. انتي خدتي البنت ليه؟ معلش، عصمت هانم اتصلت بيا اني ما اخليش ملك تلعب مع الولاد دول. الولاد دول ولادي، وعصمت هانم مش هي اللي بتديكي فلوس اخر الشهر. لمي هدومك وامشي من هنا. انا اسفه والله، بس حضرتك عارف الست عصمت هتعمل فيا ايه. انتي ما ينفعش تسمعي كلامها، دي بنتي انا. ارجوك حضرتك، عارف ان انا محتاجه الشغل، وبعدين انا مربيه ملك وهي صغيره، صعب تتعود على ناني تانية. انا عارفه ان الداده موجوده، بس هي متعلقه بيا وانا مش عايز ده. انتي مش امها. بتعملي شغل امها، بس كده غلط على البنت. حاولي تبعدي شويه. طيب خلي بالك بقى،
حتى من ولادي، وأزودك في المرتب. انزلي بيها تحت ولعبي معاهم، وإياكي تتعاملي معاهم وحش. لو حصل لهم حاجة هحاسبك انتي. نزل المكتب وجي رحيم. مبسوط؟ أكيد مبسوط، بس في نفس الوقت زعلان جدا 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 يا جدي. ليه؟ سألتني ليه؟ عشان لما مراتي مليكة جت هنا تقول إنها ولدت وابني تعبان محتاج عملية، تطردها وتخلي بنتك تهينها والحرس يضربها، وأسألك تقولي معرفش مكانها. هنا تليفون أدهم كان بيرن، كانت مليكة. صباح الخير. صباح الخير، عاملة إيه النهاردة؟ أنت كويس؟ كويس. مش باين من صوتك، في حاجة؟ ولادي جرالهم حاجة؟ اوعى عمتك تأذيهم. أدهم بص لرحيم. طول ما أنا عايش محدش هيقدر يقرب منهم، وعندك حق، أنا مش كويس. سبحان الله، طول السنين دي لسه عارفة نبرة صوتي لما ببقى متضايق. طيب أنا عايزة ولادي، أنا ما نمتش طول الليل، أنا مش هعرف أعيش من غيرهم، أنا بموت. بعد الشر عنك، أنا مش واخدهم منك على فكرة. إن شاء الله هخلص كام حاجة وهاجي عندك مع الولاد. إحنا لازم نروح المحكمة، في جلسة مستعجلة عشان تغيير النسب، وهتكون كمان عيلة الجزاني موجودة. في مشكلة ليا وأنا العم محمد؟ لا لا لا، اطمني. بقولك يا مليكة، هنا فتح السبيكر. انت قلتيلي انك جيتي القصر وانا مسافر قبل عيد ميلاد ولادي، لان خالد كان تعبان ومحجوز في المستشفى، صح؟ ايوه. ايه رأيك ان جدي رحيم بيقول انه ما شافكيش وانك اصلا ما جيتيش؟ بس انا مش هكدب، انا فعلا رحت وقابلت رحيم باشا وقلت له اني ولدت، بس عصمت هانم ما خلتنيش اكمل كلامي معاه. بص، هو ملوش ذنب، اكيد هي منعته، بس لو كان سابتني اتكلم كان اكيد قالك. مش ده كلامك يا مليكة؟ خلاص، اللي حصل حصل، الكلام دلوقتي مش هيغير حاجة. ادم طلع بره يخليها تكلم اولادها، اما رحيم قعد على الكرسي يفتكر زمان وحصل ايه. خلينا نرجع فلاش باك. انت عايزة ايه؟ ارجوك يا رحيم باشا، عايزة ادهم مسافر، انا ولدت توأم وابني تعبان، انا بس تخلي ادهم يكلمني. يا سلام، ومين قال ان الولاد ولادنا وانهم ولاد ادهم؟ اعملوا تحاليل، انا كنت حامل حتى اسال الدكتور شريف. هنا جت عصمت. انت يا حيوانة بتعملي ايه هنا؟ رحيم باشا ارجوك، ابني بيموت، اطلعي بره يا حرس، طلعوا زبالة دي بره. رحيم باشا اسمعني والله ما بكذب، هو انت لسه هتسمع ليها؟ الحق حفيدك يا رحيم باشا، ابوس ايدك، ادهم لو عرف هيزعل منك. اخدوها الحرس، ضربوها، دول بيضربوها، سيبها تتربى، اوعى تصدق، الله اعلم دول ولاد مين. وبعدين مفيش حاجة متسجلة باسمه، ما هو مش مسجل عقد الجواز. عصمت، انا هطلع ليها اديها حاجة، هي بتقول حفيدي يعني ولد، وبعد كده ممكن نعمل تحاليل ونتأكد. بابا، هو انت هتخلي الشحاتة دي تضحك عليك؟ كفاية اللي حصل من تحت راسها، وبعدين دي خانت ابنك. يلا يا بابا ادخل وانسى الموضوع. خلينا نرجع تاني. ايه يا جدي، سرحت في ايه؟ في زمان. مراتك جت هنا وكانت بتعيط وقالت حفيدك بيموت، وسألت عنك. هي كانت عايزاك انت، بس عصمت خلت الحرس طلعوها وضربوها، وانا كنت هطلع لها بس عصمت منعتني. لما رجعت ما قلتليش ليه؟ انت كنت تعبان وما قدرتش اتكلم لانك كنت بتعمل علاج طبيعي. وعصمت، كفاية يا جدي، عصمت عصمت عصمت، كل المصايب السودة هي السبب فيها، هي اللي خلصت على أهلي وأهل أكرم، هي اللي خططت عشان توقع مليكة وأكرم. اسكت، اللي بتتكلم عليها دي بنتي الوحيدة، واللي بدافع عليها هي خانتك. انت عرفت منين انهم ولادك؟ بص يا جدي، دول تحاليل الدي ان ايه انهم ولادي، هي كانت حامل، بس بنتك حبت تخلص منها ومن أكرم لأنه هو اللي كان عارف شرها. فاكر عم مدبولي والدادا وداد؟ هما شاهدين على كل حاجة. ابتدى يحكي له كل اللي حصل، وعصمت عملت ايه في ابن عم مدبولي. رحيم ما بقاش قادر يستحمل. جدي، انت كويس؟ كلم الدكتور بتاعي، مش قادر اخد نفسي. ادم اتصل بسرعة بالدكتور. تعالى اسند عليا اطلعك اوضتك. وبعد نص ساعة جه الدكتور وكشف عليه. لازم راحة، قلنا يا رحيم بيه بلاش انفعال، ولازم راحة، ما ينفعش كده. ايه الاخبار يا دكتور؟ الضغط عالي والقلب شكله اتعرض لضغوط.
لازم راحة. طلع أدهم مع الدكتور، لازم راحة وإلا ممكن نوصل لأزمة قلبية أو جلطة. هو من إمتى عنده القلب؟ من سنة كده، وفي علاج لازم ياخده. ممكن حضرتك تبعت ممرضة تشوف مواعيد الأدوية؟ بس رحيم بيه مش عايز. أنا اقترحت عليه وهو رفض. أنا اللي بطلب منك لو سمحت. إن شاء الله. الولد دخلوا عند رحيم. سلامتك يا جدو، تعال عندي. انتوا زعلانين من جدو؟ لا، بس احنا عايزين نروح عند مامي. انتوا مش عايزين تعيشوا مع بابا أدهم ومعايا ومع ملوكة؟ عايزين، بس ماما مش عايزة. شكلها زعلانة منكم ومن بابا. حقها يا ابني. جدو، ممكن تقولي هو حصل لماما ايه في القصر عشان بتكرهه وقالت ان ده مش قصر ده جحيم؟ خلاص، انا هروح واكلمها. بجد يا جدو؟ بجد يا حبيبة جدو. انتي وملك شبه بعض جدا. اه، بس هي شعرها حلو ولونه متغير. انتي كمان شعرك حلو. ملك كانت حزينة جدا وقالت ماما دايما تاخد ليا وتقصر لي شعري وتقول لي انه شعرك كده وحش. دخل أدهم. يلا يا ولاد، روحوا مع الناني، غيروا هدومكم عشان نسافر لماما. خالد وخلود فرحوا جدا. أدهم شاف بنته زعلانة. وانت يا ملوكة، قومي يلا حبيبتي جهزي نفسك. ملك راحت تجري عشان تجهز نفسها. أنا آسف، مش وقته للأسف دلوقتي. أنا هسافر معاكوا يا أدهم. بس ما ينفعش يا جدي، انت تعبان ومش هتقدر تتحرك. هي مليكة مش عايزة تعيش معاك؟ لا، وطالبة الطلاق يا جدي. طب وهتعمل ايه يا ابني؟ مش عارف. والوقت نفسه ما ينفعش اسيب ولادي. انت مش عارف مليكة عايشة فين. دي بتشتغل ليل ونهار عشان تصرف على ولادي. الصبح في محل ملابس وفي الليل بمصنع خياطة. الحمد لله واخدة بالها كويس من الولاد، متعلقين بيها. مش زي حفيدتك، من ساعة ما ولدت وهي رامية البنت الناني. أنا مش عايزة أتكلم كتير. هي سجلت الولاد باسم مين؟ باسم راجل ميت علشان تعرف تطلع عليهم شهادة الميلاد. كاميليا. كاميليا هتعمل معاها إيه؟ جدي، أنا مش عارف. هي كانت منهارة امبارح، مش عارف أعمل إيه. أنا بين نارين، غير ملك اللي بقيت بتغير. في مليون حاجة في دماغي. زعلان مني يا ابني؟ أروك يا جدي، مش وقته، وبلاش تضغط عليا. طيب أنا عايزة أقابل مليكة ضروري جدا، في حاجات كتير لازم نتكلم فيها. ولحد هنا انتهت الحلقة دي. استنونا الحلقة الجاية، بس مستنية كومنتاتكم وآرائكم وتقولوا لنا توقعاتكم للحلقة الجاية. ولحد هنا انتهت الحلقة. استنونا الحلقة الجاية إن شاء الله. ما تنسوش اللايك على الفيديو، الاشتراك في القناة. يا ريت تتأكدوا انكم فعلين الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار أول ما ننزل الجديد. واستنونا الحلقة الجاية. أشوفكم على خير. باي باي.